صاحب هالمحل عنده أشهر محل بيتزا بأمريكا لدرجة أن القنوات الأمريكية عملت معه لقاء. وبعد غياب طويل رجع فتح محله بسوريا من جديد. مرحبا عم، الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا فيكم. شو هالبيتزا وشو هالشهرة يلي عم تحكي فيها كل أمريكا؟ انا صار لي زمان بامريكا، سكرت انا هون صار لي شي 7-8 سنين، والحمد لله كثير سعيد بعودتي على البلد لهون، وكثير انا مبسوط ارجع لزبايني وسوي البيتزا الظريفه اللي معود عليها الزباين كانت قديما تاكلها. خبروني انك من الاشخاص القديمة يلي صنعت البيتزا بسوريا، فايمت فتحت هذا المطعم وايمت رجعت سكرته؟ والله انا فتحت بال96 وسكرت بال2017، رجعت لزبايني، رجعت لمحل. واسم المحل؟ الفطيره الذهبيه، نفس الاسم القديم ونفس المكان ونفس الاسم، الفطيره الذهبيه، ما تغير شيء ابدا. عمو بعد ما شفت هاللقاءات بأمريكا وعم يحكوا قديش هالبيتزا طيبة، للأمانة أنا تحمست وصار بدي دوق البيتزا عندك. على عيني وراسي، هلا بعمل لك اطيب بيتزا اللي بدك اياها انت واللي بتحبيها، ورح اعمل لك اياها هون، رح اعملها معناتها يلا لنجهزها على سوا. عيني وراسي. هلا رح ابلش لكم بالبيتزا الكبيره، رح نبلش هلا عندنا الوسط وعندنا الكبيره، رح نعمل هي نصين، نص دجاج ونص فصول، وهي رح نعملها سجق، وهي رح نعملها مع شيش، ورح نبلش فيه هذا الصوص شغل ايدي. هلا هو دائما محل البيتزا الناجح بيكون ناجح بالصوص تبعه. حتى الخضار تبعنا كل يوم بيومه بنساويه بدون ما نستعمل الا احسن انواع الجبنه. عم وهيك عم بتكون كمية الجبنة بهالكثافة بالتأكيد هي؟ طبعا على الميزان. معناتها عم هلا هي البيتزا الكبيرة عملناها انت نصين، نص فصول ونص الثاني دجاج. الدجاج اللي عندك نكهته مدخن تمام، وريحته مدخنة. هذا دجاج كمان شغل ايدنا، بنساويه على الفرن هون. هلا أصعب انتظار البيتزا حتى تستوي لأنه تمام. منظرها بشهي. تماما. هلا الفرن عندك بتميز انه جنزير، بتحط البيتزاية من هون، بتاخذها من هون جاهزة خالصة. معناتها انت اليوم اكبر عدد ممكن من البيتزايات بتطلع، بالتأكيد. بحكم انه عندك الفرن جنزير طبعاً. وطابقين. وهي البيتزا السجق، وهذا كمان السجق شغل ايدي، طبعا ما بنجيب شيء من برا، كله مصنع هون بالمحل. وهلا الثالثة رح نعملها صلصة الباربيكيو مع اللحومات المشكلة. باربيكيو شغل ايدكم؟ لا، مستورد. يعني البيتزا بامريكا شو بيميزها؟ يعني كثير بيمدحوا فيها، بيقولوا انه طيب البيتزا الامريكيه، ليش امريكا كثير يعني تميزت فيها؟ ممكن العدد تكون جيدة، ممكن المواد تكون أجود، أما الصنعة صنعة ما بتتغير يعني. يعني هلا نحن حناكل بيتزا كثير قريبه من البيتزا الامريكيه كثير. ويلي بيميز فرن الجنزير السرعه بشوي البيتزا، يعني خلال 7 دقائق و45 ثانيه حتاخذ البيتزا جاهزه. والمنيو عنده كبير وواسع، بس الأكيد إنه كل الأصناف بتشهي. وهلا هيك البيتزا صارت جاهزه، تعالوا لندوق ونعطيكم راينا. بعد أول لقمة حاسة حالي بأمريكا. طعمة البيتزا كلياتها بتاخذ لعل من عجينه ومن صوص ومن كل شيء كرستة موجوده عليها. وهلا بعد ما شهيناكم خبرنا شو العروض مستر فود. اكيد في عروض. الفطيره الذهبيه عامل عرض مع كل بيتزا، الحجم اللي بتختاره انت، رح يجي معه سلطه ذره او سيزر او صحن بطاطا مع كولا. وهلا إذا حابين تعرفوا شو أسعارهم حطوا لنا نقطة.